السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معنا وصفة كده بنجيبها بفلوس كتير قوي ومتبقاش طعمها حلو. هنعمل مع بعض وصفة الفراخ اللي انتوا شايفينها كده، وتعالوا مع بعض وهنعرف اسمها ايه وطريقتها ايه. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف المقادير اللي المفروض نحضرها ايه. انا هنا طبعا مجهزه الفراخ. هقول لكم على المكونات اللي انا حطاها. حاطه دقيق، حاطه طبعا البهارات، بودره كاري، بودره بصل بودر، توم بودر، قرفه، لبن، زبادي، طبعا دقيق زي ما قلنا، وشويه ميه. وقلبت كل ده مع بعض لغاية ما عطاني الخليط اللي انتوا شايفينه كده. وطبعا معايا انا فراخ بانيه مقطعاها قطع تخينة طويلة اللي هي الستريبس، وسبتها يوم كامل في التلاجة. وهنا جبت اللي هو بتاع الناجتس بتاع الستريبس من عند العطار زي ما انتوا شايفين كده. وحاولت ان انا اعمل نفس اللي انا بجيبه بشتريه من بره الكيس. يعني انواع كتير، مش لازم اذكر نوع، بس انا جربت نوع منهم بصراحة ما عجبنيش خالص، فقلت لا لازم انا اعمله في البيت. فجبت الفراخ كده وتبلتها زي ما قلت لكم. التتبيلات هكتبها لكم في التعليقات، لان انا طبعا صورتها بس التصوير للاسف صعب يعني طلع ما تصورش يعني. فانا كده هتجيبي زي ما انت شايفه كده وتتبلي وتضغطي كده جامد، هيبقى يديكي نفس نتيجة الستريبس اللي انت بتجيبيه من بره. طيب انا يا رندا ما عنديش المقدرة اللي انا اجيب واغطي الكمية دي كلها بالفيجيتار اللي هو بتاع الستريبس اللي من عند العطار. يعني الحبة اللي انا جايباهم دول ب10 جنيه. يعني ب10 جنيه دوب ما عملوش كتير. طيب انا اعمل ايه؟ طيب هقولك تعالي بقى وانا اقولك البديل اللي بيطلع طعمه احلى كمان من الفيجيتار اللي من عند العطار. هنا جبت دقيق ونشا، هتتبليه بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسود. طبعا احنا حطينا على الفراخ بردك ملح وفلفل اسود. وهحط عليه حبة من اللي انا الفيجيتار اللي جايباه من عند العطار، مش كتير. يعني هنعمل ايه؟ مخلوط ما بين ده وده عشان يديكي نفس الطعم، وفي نفس الوقت برضك ايه يبقى موفر معاكي. رغم اللي احنا دقنا ده وده فحسينا اللي طعم اللي احنا عاملينه في البيت طعمه احلى. يعني طعم اللي هو الدقيق مع خليط الفيجيتار الستريبس. هتجيبيه كده، اهم حاجة اللي انتي تضغطي كده عليه جامد علشان خاطر ما اللي هو ما عملناش كده مش هيمسك في الفراخ ويبقى ايه معاكي كده جاهز، مش هيقع يعني الخلطة. هنخلص الكمية كلها بالشكل اللي احنا شايفينه، واديك احنا عملنا ده وعملنا ده زي ما انتوا شايفين كده. هنخلص كل الكمية، وطبعا حسب ما انت حابة، عايزة تعملي ده كله كده، عايزة تعملي ده كله كده، كل واحد حسب ما قدرته. انا خلصت الكمية اهو وعبيتها في اكياس، طلعت مقدار على قدنا. اكياس زي ما انت بتشتريها كده من بره، بتشتريها في الكيس بقى بتاع الشركة، وبتطلعيه حبة حبة، وده نفس الموضوع، هتطلعيه حبة حبة وتقليه. وهنا حبيت طبعا ما اكمل لكم الفيديو اللي انا اقلي منه كام واحده واوريكم دوت اللي هو بالفيجيتار اللي هو من عند العطار، وده بخليط الفيجيتار مع الدقيق. طبعا ده زي ما انتم شايفين كده، مش شايفين فرق في اللون. فجربوا الطريقه دي بجد جميله وارخص، والكيلو بيعمل كميه رهيبه جدا. جربوها مش هتندموا. السلام عليكم ورحمه الله.